مع قرب نهاية سنة 2025 منيت الجزائر بهزائم استراتيجية لا تخطئها العين. فشل في الحفاظ على الحلفاء التقليديون، وهزيمة في ملفات استراتيجية بالنسبة للجزائر. وكل هذه الملفات كان المشرف عليها تبون وجنرالات العسكر. في حصيلة السنة نناقش معكم الملفات الحارقة التي فشل فيها نظام الكابرانات بزعامة تبون، ونحلل معكم بالضبط إنجازات القوة الضاربة في القارة الإفريقية، كيف أدبت الجزائر إسبانيا وتحدت ترامب وأجبرت فرنسا على تغيير خطابها ودخولها إلى البريكس. ولكن قبل أن نكمل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل إليكم كل ما هو جديد. خرجت علينا وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية لتخبرنا أن السياسة الخارجية الجزائرية هي من اختصاصات حصرية لرئيس الدولة، ولا يجوز لأي حزب أو شخص أن يتكلم في السياسة الخارجية، وإلا فهو يتعدى على الدستور الجزائري. واليوم في حصيلة السنة سنستعرض معكم حصيلة السياسة الخارجية لتبون وماذا حقق. أولا، حلم دخول الجزائر للبريكس. روج الرئيس تبون أن الجزائر ستدخل إلى البريكس وستنضم إلى أقوى تحالف صاعد في العالم، وروج لخطاب كله تحد وقوة، وعن الفوائد التي ستحققها الجزائر للانضمام إلى التكتل العالمي الجديد البريكس. لكن الصدمة أن الجزائر لم تدخل إلى البريكس، والغريب أن الدول الخمسة الأعضاء في البريكس في ذلك الوقت كانت حلفاء لدولة الجزائر. وهذه الدول هي جنوب إفريقيا، وما أدراك ما جنوب إفريقيا، التي تناصر الجزائر في الكثير من القضايا، خاصة قضية الصحراء المغربية. الدولة الثانية الصين، والتي لها علاقات اقتصادية مع الجزائر في ظل تواجد استثمارات صينية كبرى داخل الجزائر. والدولة الثالثة روسيا، الحليف الكلاسيكي التقليدي للجزائر. فقد نجد هذه الدول الثلاث حيث نرى أن الجزائر في الظاهر قريبة من خط الجزائر. نجد أن هذه الدول الثلاث قريبة من خط الجزائر وتوجهها الاستراتيجي، ولكن كما يقال يوم الامتحان يعز المرء أو يهان. فعندما عقد اجتماع البريكس وكانت الجزائر في مقدمة الدول التي طلبت الانضمام إلى البريكس لتنصدم برفض البريكس دخول الجزائر إلى هذا التكتل، وقبلت البريكس بانضمام دول أقل وزنا من الجزائر مثل إثيوبيا، وهو ما شكل ضربة قوية للهالة الإعلامية للدولة القارة والقوة الضاربة في الحمص والعدس. والسؤال هنا، كيف لدولة حليفة أن ترفض انضمام الجزائر لها؟ أكيد أن هناك مياها مرت عبر الجسور، وهو ما كشفته تقارير صحفية عن امتعاض روسي من الطعنة المسمومة الجزائرية في الظهر عندما عوضت نقص الغاز الروسي المتوجه نحو أوروبا، مع العلم أن روسيا طلبت من الجزائر عدم تعويض الغاز الروسي، مما ولد قناعة لدى موسكو أن الجزائر دولة لا يمكن الوثوق أو الاعتماد عليها. وعندما نقول روسيا فإننا نقول الصين، لأنهما دولتين حليفتين لبعضهما البعض. وختمت القصة بالتصريح المهين لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي صرح أن الدول التي نقبل انضمامها يجب أن تكون عندها وزن وهيبة ومواقف خارجية واضحة. النقطة الثانية، طرابلس خط أحمر. كانت الجزائر تتدخل في الشؤون الداخلية الليبية وتناصر حكومة طرابلس على حساب حكومة الشرق الليبي في بنغازي،
ورفعت شعارات أن طرابلس خط أحمر. لكن قيمة الكلام الجزائري لا يسوى حتى الحبر الذي كتب به. فقد وصل المشير خليفة حفتر إلى الحدود الجزائرية، وأصبح يهدد الجزائر ويطالب بالأراضي التي سرقتها فرنسا من ليبيا وضمتها للجزائر الفرنسية. وفي المقابل لم تحرك الجزائر الجيوش الجرارة والقوة الضاربة والأسلحة المكدسة بالأطنان لإنقاذ طرابلس، وهي الخط الأحمر الجزائري، وهو الملف الثاني الذي فشل فيه تبون ونظامه. النقطة الثالثة: قطع العلاقات مع إسبانيا. بعد اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء، كان رد الجزائر مزلزلا وقويا، جعل إسبانيا ترتعد خوفا من رد الفعل الجزائري. كان قطع العلاقات مع إسبانيا سلاح الجزائر، ثم تبعه سحب السفير الجزائري من مدريد وإنهاء معاهدة الصداقة بين البلدين وما إلى غير ذلك من القرارات. وكان الهدف من هذه القرارات هو أن تعود إسبانيا عن موقفها السابق من قضية الصحراء وتسحب الاعتراف بمغربية الصحراء. لكن الذي حدث أن إسبانيا لم تغير موقفها، بل الجزائر، وبعد أن أدركت أن إسبانيا ماضية في مواقفها، أعادت السفير لإسبانيا وأعادت العلاقات كما كانت وكأن شيئا لم يحصل. النقطة الرابعة: ملف صنصال مع فرنسا. اعتبرت الجزائر صنصال خائنا للوطن وتم سجنه ب5 سنوات، واستغلت البروباغندا الإعلامية الجزائرية التي تحدثت بإسهاب أن صنصال لن يخرج من السجن وما إلى غير ذلك. وفي الأخير غادر السجن بعفو رئاسي وبدون شروط، مما شكل ضربة موجعة لصورة الجزائر الخارجية، وظهرت كقزم ضعيف يغير مواقفه بين عشية وضحاها. فكيف لخائن للوطن ومتهم بالخيانة العظمى أن يغادر السجن بعفو رئاسي، مع العلم أن عقوبة الخيانة العظمى هي الإعدام أو السجن المؤبد؟ لكن الجزائر أفرجت عنه وهي صاغرة دليلة بعد حملة إعلامية جزائرية تدعي التحدي والبطولة. النقطة الخامسة: قضية الصحراء المغربية. سجل المغرب نقاطا كثيرة في سبيل حل قضية الصحراء الشائكة، والتي وضعت فيها الجزائر إمكانيات مالية طائلة بلغت 1500 مليار دولار طيلة 50 سنة، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الطموحات والأهداف، ولعل أبرزها تقزيم المغرب وجعله دولة هامشية في شمال إفريقيا بعد فصل الصحراء عنه والوصول إلى المحيط الأطلسي، وإعدام أي أمل في أن يطالب المغرب باسترجاع الصحراء الشرقية. لكن الحنكة السياسية والمقاربة المغربية تمكنت من التغلب على المقاربة الجزائرية المبنية على تقسيم المقسم والرشاوى والهدايا لاستمالة الدول، بينما المغرب بنى علاقات واضحة مع جميع الدول مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المتبادلة، مما أدى إلى تغيير الكثير من الدول لمواقفها من قضية الصحراء وخلق جو صحي داخل مجلس الأمن، والذي أيد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما يعني إقبار حلم الاستفتاء والاستقلال عن المغرب. النقطة السادسة: انقلاب دول على الجزائر. كانت الأموال الجزائرية تغدق على ذات اليمين وعلى ذات الشمال على كل من يقول استقلال الصحراء وتقرير المصير. فكم من الدول ألغت الجزائر عنها الديون في إفريقيا، وكمثال الصومال الذي أسقطت عنه الجزائر الديون، لكنه في الأخير صوت لصالح قرار مجلس الأمن الداعم للوحدة الترابية.
والملاحظ أن أي قضية راهن تبون عليها للنجاح فيها فشل في حلها وفق الرؤية الجزائرية، فلا هو انتصر على المغرب في قضية الصحراء، ولا هو دخل إلى منطقة البريكس بسبب عدم وضوح مواقفه مع الكتلة الشرقية، ولا هو استقطب الدول التي كان يقدم لها الرشاوى من أجل مسايرة مواقف الجزائر، ولا هو أرغم إسبانيا على تغيير موقفها من قضية الصحراء وأعاد السفير الجزائري إلى مدريد صاغرا دليلا، ولا هو حافظ على كلمة الشرف في قضية صنصال حيث سلم إلى ألمانيا لحفظ ماء الوجه، ولا هو حمى الحلفاء في طرابلس من هجوم الشرق. وبهذا يكون تبون هو أفشل رئيس للجزائر، وفي نفس الوقت يتمنى المغاربة أن يظل تبون يحكم الجزائر إلى ما لا نهاية، لأن نظام الكابرانات في عهده بدأ يتلقى الضربات من الشمال والجنوب والشرق والغرب، وعلاقاته متوترة مع جميع دول الجوار بسبب التدخل الجزائري في الشؤون الداخلية لدول الجوار، سواء في مالي أو النيجر، أو التدخل في شؤون تونس الداخلية، وكذلك دعم طرف من أطراف الصراع الليبي. إنها سنة 2025 مليئة بالإنجازات لتبون، ولعل أبرزها النقاط الست الآنفة الذكر. متابعينا الكرام، إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الموضوع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل إليكم كل ما هو جديد. وعاشت المملكة المغربية من طنجة إلى القويرة، ومن المحيط الأطلسي إلى الصحراء الشرقية المغربية، والسلام عليكم.